افريقيا بعد مجموعه من الرباطي بقياده رشيد الطوسي، عزيمه واصرار اثار 8000 مشجع هنا بالمجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بماوي من جانب فريق الفتح الرياضي الرباطي، دون نسيان اسماء اماميه ليوسف قديوي. يوسف قديوي محاوله المرور والمغربي، كره فريق الجيش الملكي نور الدين قاسمي، كره باعتماد على نفس الشاكله. ربما بوخارست كانت المحطه الثانيه، رابيد بوخارست مخالفه مجددا بدوري المغربي. كره ملعوبه عسكريه، تدخلت نور الدين قاسمي تجاه مصطفى العلاوي. اول اظن ان الفتح الرياضي الرباطي نور الدين ملكي. كاين صعيبه تماك في هذيك مباراة كبيرة بين الكبيرين، بين عريقين فريق الفتح الرياضي الرباطي وفريق الجيش الملكي، في مباراة تعد بالشيء الكثير من الطرفين، لا من فريق الفتح ولا حتى من فريق الجيش الملكي. ضربة أو مخالفة تنفذ، كرة ملعوبة. الجماهير العسكرية والفتحية لا زالت تنتظر الأهداف الأمامي لفريق الفتح الرياضي الرباطي. كرة لجواد ودوش، جواد يوسف القديوي، تضييع يوسف القديوي لم نعينه بكثرة. يوسف القديوي مرور جيد، تحضير جيد، قاسمي نور الدين قاسمي عرضية. العلاوي كيطلب يعرف رشيد الطوسي بشكل كبير، سابقا له أن دربه بالمنتخب الأولمبي وأيضا بالمنتخب الشباب. بالتالي فكيلجؤوا للتسديد من خارج منطقة العمليات، وهذا حل من الحلول اللي قلنا من أجل هزم دفاع فريق الفتح الرباطي، خصوصا بتواجد مجموعة من الأسماء على مستوى الخط الدفاعي لفريق الفتح.